طبعا اشهر فسخاني في مصر هو شاهين. معروف جدا، هو ليه فرعين في باب اللوق وفي السيدة زينب. اشتريت كيلو فسيخ منه ورنجة برطمانين لا سوري، برطمانين ملوحة. للأمانة كان لازم أنقل لكم الرأي بتاعي. بعد ما تذوقته، هو عنده ملح خفيف وملح وسط. أنا قلت له هات ملح خفيف. طبعا هو الفسيخ بتاعه بوري. طبعا طلبته مش متنضف، لان انا بحب انضفه هنا بايدي عشان محدش يلمسه. نضفته وفتحت يعني فتحت راسه وبطنه ونضفته وخليته. عايزه اقول لكم عباره عن نشادر بمعنى الكلمه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يشهد ان انا بنقل لكم الرأي بتاعي بكل مصداقيه. وصراحه ما عنديش اي مصلحه في اي حاجه. انا اشتريته لان يعني قالوا لي احسن حد تاكلي منه فسيخ في مصر هو شاهين. كان نفسي انا نزلت اجازه مصر، وكان نفسي اكل فسيخ. فسيخ يعني احنا بنملحه في البيت بيبقى تحفه، بس احنا ما كانش عندنا وقت. انا وماما، ماما يعني بتملحه لنا، بس ما كانش عندنا وقت وكنا مستعجلين، فاضطرينا ان احنا نطلب من شاهين. والله العظيم ريحته يعني نشادر، وطعمه نشادر، حاجة لا تحتمل. هو عبارة عن ني. انا شلت يعني حتى تقدروا تشوفوا هو اللحم مهري من جوه، لكن الجلد اهو. الجلد جامد جدا، يعني ما بيتقطعش. يعني سايبين تقريبا الفسيخ ني، ريحته نشادر وطعمه نشادر. اما الملوحة، يعني هم بيقولوا ان هي ملوحة فيليه مملحة. طبعا هي لا تمت للملوحة بصلة. هي بتيجي في البرطمان ده. هي لا تمت للملوحة بصلة. عبارة عن رنجة جافة، رنجة مش مدخنة، رنجة نية ومملحينها. رنجة جافة جدا، يعني مش ملوحة. البرطمان ده ب80 جنيه. البرطمان ده 350 جرام. يعني دي كانت وجهة نظري في محل شاهين. كان للأمانة لازم أنقل لكم كل تجربتي معاه بصراحة. فمش عارفة يعني أقول إيه. مش عارفة. هوريكم الريسيت برضو علشان تبقوا مقتنعين، ومحدش يقول إن أنا يعني بتجنى على المحل. أنا لا، ماليش أي مصلحة، ولا بعمل إعلانات لحد، ولا ليا مصلحة في أي حاجة. أنا مجرد يعني بنقل تجربتي مش أكتر.